بعد ما رتبت وعملت القوائم دي، هبتدي في الخطوة الثالثة اللي هي تحليل البيانات والمعلومات. يبقى ثالث خطوة تحليل البيانات والمعلومات. ببتدي احلل البيانات اللي انا جمعتها والمعلومات اللي انا جمعتها. ابتدي اقول ايه؟ ده انا كل ما بتحرك، الاجسام اللي بتتحرك دي بتوجد فيها الحرارة، والاجسام الميتة او الاجسام غير المتحركة والاجسام الطالبة دي ما بتوجدش فيها حرارة. يبقى انا كده حللت وعرفت فين بتوجد الحرارة وفين ما بتوجدش في الحرارة. رابع خطوة واخر خطوة اللي هي تفسير البيانات او صياغة قانون والوصول الى قانون. يبقى لو جه قال لي تفسير بيانات، التفسير هي صياغة القانون